السلام عليكم جميعا. أنا توم. اليوم أود أن أتحدث معكم قليلا عن فنان كبير من أساطير المسرح والتلفزيون في المغرب، الفنان القدير مصطفى الزعري. للأسف توفي صباح اليوم 3 ديسمبر 2024 بعد مرض طويل، حسب ما أكد الفنان محمد الشوبي. الزعري ولد في 5 نوفمبر 1945 في مدينة الدار البيضاء. لم يكن مجرد ممثل، بل كان فنانا كبيرا ساهم بشكل كبير في إثراء المسرح والتلفزيون في بلادنا. بصدقه وأدائه البسيط، استطاع أن يدخل قلوب المغاربة جميعا، وأصبح واحدا منا في كل بيت. خلال مسيرته الفنية، الزعري مع رفيق دربه دسوكين الذي توفي أيضا هذا العام، قدم أعمالا خالدة، أعمال أصبحت جزءا من تاريخنا الفني. وقفوا جنبا إلى جنب مع ثنائيات كوميدية كبيرة مثل بزيز وباز، عجيل وفلان، كشبيل وزروال، وكرزاز ومهرش. الزعري ترك وراءه إرثا كبيرا من الموهبة والإخلاص، وحبا كبيرا لجمهوره. كان يعرف كيف يضحكنا، يبكينا، ويجعلنا نفكر في حياتنا. أداؤه لم يكن مجرد تمثيل، بل كانت جزءا من روحه التي شاركها معنا جميعا. في هذه اللحظة التي نودع فيها الفنان مصطفى الزعري، يجب أن نتذكر أعماله التي أثرت في ثقافتنا، ونخلد ذكراه في قلوبنا. الله يرحمه. شكرا على المتابعة.